والله وبالله وتالله لن تجد أرحم عليك من الله سبحانه وتعالى. مهما قصرت في حقوقه، ومهما ضللت عن طريقه، ومهما تعديت حدوده، فلن تجد أرحم منه عليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. فإن رجعت إليه بعد كل هذا قبلك بفضله ومنه وكرمه. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في الحديث القدسي: اسمع هذه الرحمة: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أي أتيتك بملء هذه الأرض مغفرة. فمن أرحم عليك من الله؟